اهلا بيكم يا جماعه، احمد كمان معاكم من AK ريفيو. في الوقت اللي انا بصور فيه الفيديو دلوقتي تشاومي في مؤتمر بتعلن عن جهاز التشاومي مي 6 في مصر، الجهاز اللي بسناب دراجون 835 واللي المفروض ان هو يقدر ينافس اجهزه هاي اند زي سامسونج جالاكسي S8 او ال LG G6 او الهواوي P10. نزل مصر النهارده بسعر يعتبر كويس جدا الحقيقه، لكن هل هو منافس ليهم حقيقي ولا المنافسه ديت بسبب السعر بتاعه الرخيص بس مقارنه بيهم؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. مبدئيا عشان نعرف نقارن ما بينهم صح فلازم نكون عارفين سعر كل جهاز فيهم او على الاقل وقت تصوير الفيديو دوت. فلو انت بتتفرج على الفيديو بعد 6 شهور من تنزيله او سنه مثلا، الاسعار طبعا هتكون اختلفت والمقارنه هتكون مختلفه شويه. التشاومي 6 نزل مصر بسعر 8000 جنيه، ال LG G6 ما نزلش مصر للاسف ولكنه موجود بره ب $500 يعني حوالي 9000 جنيه مصري. الهواوي P10 هتلاقي سعره بيتراوح ما بين 10 وال 11000، والسامسونج جالاكسي S8 هتلاقي سعره بيتراوح ما بين ال 12 وال 13000. التشاومي 6 بالنسبه للفئه بتاعته دلوقتي يعتبر ممتاز، تقريبا ارخص سناب دراجون 835 ممكن تلاقيه في السوق دلوقتي. لكن كان في كذا حاجه حابب ان هي تتصلح، زي مثلا الشاشه ال 5.15 انش كنت حابب ان هي تكون اكبر شويه. مش هتكلم عن النقطه دي لان في ناس بتحب الشاشات الصغيره، ولكن على الاقل كنت احب اشوف جوده الشاشه نفسها اعلى من كده. دلوقتي كل الشاشات تقريبا في الاجهزه الفلاج شيب شغاله ب 2K، لكن لسه التشاومي 6 ما قررش ان هو ياخد الخطوه ديت. مفيش مدخل 3.5 ملم جاك للسماعات، ده معناه ان انت لو حبيت تسمع اي حاجه عليه هتضطر ان انت تستعمل كونفرتر USB Type C ل 3.5 ملم. وغير كده ما اقدرش احط له ميموري كارد، فمضطر التزم بالمساحه اللي هو نازل بيها. كل ديت حاجات انا مستعد اتغاضى عنها بالنسبه للسعر اللي هو فيه، لكن لما يقارن باجهزه هاي اند ثانيه او اجهزه فلاج شيب ثانيه ففي رايي دايما هيخسر المقارنه ديت. على سبيل المثال ال S8 بيجي ووتر بروف IP68، بيجي بشاشه احسن منه بمراحل، وال LG G6 بيجي برضه بكاميرا احسن منه، ديزاين اقوى منه ويستحمل الصدمات اكتر. هو P10 على سبيل المثال الصوت بتاعه احسن بكتير برضه من التشاومي 6، والثلاثه الكاميرا فيهم احسن من كاميرا التشاومي 6، رغم ان تشاومي حسنت من كاميراتها جامد، ولكنها حتى الان ما اظنش ان هي ينفع تتفوق على جهاز تاني من الثلاثه التانيين. في رأيي والملخص بتاع الفيديو دوت، هل تشاومي مي 6 يقدر ينافس أجهزة هاي اند؟ وقت تصوير الفيديو دوت لو معاك 8000 جنيه أكيد هنصحك بالتشاومي مي 6 لأنه أفضل خيار في السعر دوت. لكن لو تقدر تزود 1000 جنيه بس وتجيب ال LG G6 من بره مصر يكون أفضل طبعا. ولو ميزانيتك كبيره تقدر تجيب السامسونج جالاكسي S8 او S8 بلس او الهواوي P10 والP10 بلس، فما انصحكش ان انت توفر في الفلوس عشان تجيب التشاومي 6 لان انت هتخسر مميزات كتيره في رايي موجوده في الجهازين دول. اما لو انت عايز مجرد جهاز بدول كاميرا واداء ممتاز، التشاومي 6 هيكون كافي جدا بالنسبه لك، وطبعا زي ما قلت قبل كده هو الترشيح الاساسي بتاعي بسعر 8000 جنيه، ولكنه يظل ما يقارنش في رايي بالاجهزه الهاي اند والفلاج شيبس التانيين. ده كان ملخص رايي في الموضوع دوت لان انا سالت عليه كتير جدا. ما تنسوش تشاركوني برايكم انتوا في الكومنتات، وحابب اعرف رايكم في الكلام اللي انا قلته ورايكم في الجهاز نفسه. اعمل لايك برضه صفحتي على الفيسبوك، وحبيت تسالني اي سؤال تقدر تسالني عليه، واعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب. كان معاكم احمد كمال من AK ريفيو، استنوني في الفيديو الجاي.